السلام عليكم. انتم توا الان على موقع الصدى الاخباري. الحقيقه معناتها كنا اكيد سمعنا بالتزوير وبالتزييف في هذه الانتخابات في الدور الثاني. باش ناكد لكم انه الفيديو مازال يتسجل لليوم، يعني بعد يوم من الانتخابات الرئاسيه الدور الثاني واعلان فوز المرشح الباجي قايد السبسي. هاكم تراو الفيديو مسجل توا 22/12/2014 الساعه 7:30. بلغنا من طرف بعض الجهات الموثوقة أنه هناك تزييف وتزوير لسجلات الناخبين في العديد من مناطق الجمهورية. يعني ثم ناس تم التلاعب بالسجلات الانتخابية وتم إدراجها بأرقام بطاقات تعريف وهمية وبجعلهم يصوتون طبعا للسيد الباجي قايد السبسي. نشوفوا توا ناخذوا هاتف، هذه الهاتف قدامكم باش نجربوا نشوفوا هل الطريقه هذه صحيحه ولا نعملوا إتوال 195. انا باش نجربوا هل الارقام هذه ونعملوا 6 اصفار 1 2 3 4 5 6. نزيدوا مثلا 22، نزيدوهم زوج ارقام ونعملوا دياز ونضغطوا. ها قدامكم العمليه، نضغطوا على اوكي ونشوفوا. تلاحظوا ايش قال لي لو 22 دوت كذا كذا. انه هاكم تراو جاي الميساج الاخر انه صاحب البطاقه التعريف هذه من في منطقه ابن رشد المهديه بيرو رقم 1. يعني هذا دليل قاطع، هذا دليل قاطع على وجود تلاعب في سجلات الناخبين بشكل فظيع ومفضوح. نزيدوا نحاولوا مع ارقام اخرى ونشوفوا العمليه. 1 2 3 1 2 3 ونعمل مثلا 60 ونجربوا. عفوا 60 ونجربوا. تلاحظوا ايش قال لي السيد هذايا مسجل في كرتاج سالامبو بيرو رقم 1 كذا كذا رقم 1. هاكم تشوفوا معناتها قدامكم الشيء. باهي انا ما اكتفيتش بهذايا، مشيت جبت يعني هاتف اخر اورانج، يعني ها هو كي تلاحظوا هذا اورانج، وجربت رقم اخر. نشوفوا توا العمليه 195 إتوال 6 اصفار كالعاده، 6 اصفار 1 2. ونشوفوا توا 6 اصفار ونحطوا 55. طبعا هذه الارقام اللي اكتشفنا انها معناتها مدرجه في سجلات الناخبين. نشوفوا هذا فين، ايش باش يقول لنا، ايش قال لنا بالضبط السيد هذا في كذا كذا في الزهره. على ما يبدو انه في الزهره، في الزهره مدينه الزهره كالعاده، البيرو وكل شيء. معناتها يبقى السؤال شنو تفسير، هل هناك معناتها تلاعب ام لا؟ نرجو من هيئه الانتخابات شنو معناتها تجاوبنا على يعني كيفاش يتم معناتها تسجيل بطاقات تعريف بالارقام هذه ووضعها في سجلات الناخبين. اشياء هذه خطيره جدا. نرجو ان يصل لنا توضيح ورد رسمي من هذه الهيئه.